لكم فيديو جديد. فيديو النهارده مقارنه ما بين جهينة وما بين لامار. معانا 6 انواع عصاير مختلفه، وما كانش من افضل من دي مقارنه اللي احنا نعملها، خصوصا بعد فيديو البيست وسنتوب يعني. فاحنا جبنا شركه جهينة فيها 6 انواع مختلفه، اللي هم برتقال والجوافه والمانجا والتفاح والاناناس والكوكتيل، هم نفس الموجودين هنا ونفس السعر برضو، سعر 5 جنيه هنا وهنا، ما عدا الاناناس في لامار سعره 3 جنيه ونص. مفيش احسن من دي مقارنه يعني. فيلا بينا نبدا مع اول واحد معانا. متنساش تعمل لايك كالعاده. يلا بينا. اول مقارنه معانا من جهينة ولامار الجوافه. هنشوف بقى مين الاحسن فيهم ومين الافضل يعني. وجبنا كوبايات برضك عشان نوريكم اللون. هو بص، مبدئيا كده احنا نسينا نرج الجوافه، فاحنا هنرجها تاني يعني ونصوب كده. تمام، احنا رجينا الجوافه اهوت. نشوف برضك اللون بتاع لامار، وهنا برضك كاتبين يرج جيدا يعني. الاتنين دول بقى بيكتبوا على طول يرج جيدا يعني في كل العصاير. وبص، يعتبر الاتنين نفس اللون وكل حاجة، بس هنا اختلاف بسيط انا ملاحظه من هنا، اللي دي اخف شوية، اللي هو بتاعت لامار عصير لامار. معرفش باينة عندكم ولا لا يعني. يلا نشرب عصير جهينة الاول اللي هو الجوافة. يلا بسم الله. هو بص، العصير الصراحة طعمه كويس، وطعم الجوافة باين فيه طعمه كويس، بس هنا في نقطة حاسس فيه طعم غريب في الجوافة. انا على العموم لما كنت عملت احسن عصير جوافة في مصر كان كلهم فيهم حاجة، معرفش ايه السبب يعني. يلا ندوق لامار. بسم الله. بص، هنا عصير لامار اللي هو جوافه هو طعمه كويس وكل حاجه، بس في هنا برضو سنه الجوافه اللي انا لاحظها في معظم الجوافه حاسس اللي هي طريه مش كويسه، اللي هي جوافه سليمه، اللي هي عصير حاسس اللي هي جوافه طبيعيه قوي. لا، هنا الصراحه جهينة تفوز بالنقطه الاولى. جهينة العصير افضل واتقل واطعم كمان، مع ان برضو السنه اللي هنا هي اللي موجوده، بس هنا اوحش بشويتين تلاتة يعني. اول مقارنه، اول نقطه معانا هتروح لجهينة يعني. فيلا بينا نخش على اللي بعده. يلا بينا. تاني مقارنه معانا بقى ما بين جهينة ولامار، وهي البرتقال فوق بقى من صدمه الجوافه اللي هو طعمه مش كويس ده. هو بص، هنا عاوز اقول لكم حاجه، اللي كلهم سعرهم 5 جنيه، وقلت لكم عدا الاناناس يعني سعره 3 جنيه ونص. هنا ديت حجمها 235 مللي في كله، ودي حجمها 200 مللي في كله، يعني جهينة حجمها اكبر كمان يعني. يلا نفتح. بقى نحط بقى ايه بتاع لامار. هنا في اختلاف واضح ما بين لون البرتقال بتاع جهينة وبين لامار. هنا اللون تحس اللي هو برتقاني، وهنا مصفر شوية. ده شكله اهوت. يعتبر هم نفس يعني ايه اللي هي اللي هو المية كده يعني زي بعض يعني. يلا بسم الله. وبص بقى، هنا في جهينة البرتقال الصراحة طعمه كويس، مش شكل الجوافة خالص. هنا البرتقال طعمه كويس وباين طعمه وكل حاجة. هو فكركم برضو الجوافة 1-0 لجهينة، مش طعمها وحش ولا حاجة يعني. يلا بسم الله. دوق بتاع لامار يعني. وبص، هنا عصير البرتقال بتاع لامار انا كنت جربته قبل كده بيور من غير سكر، فكنت بحسبه هو وحش كده عشان من غير سكر. انا جربته دلوقتي بسكر، الصراحة طعمه مش كويس يعني. هو كويس احسن من اللي فات يعني، اكيد البيور اللي هو من غير سكر. بس هنا النقطة اللي هو فيه يعني، اللي هو تحس اللي هو ممرر وطعمه مش كويس. شكل اللي هو جهينة احسن منه بمراحل كتير. فكده تاني نقطة معانا هتروح لجهينة. يبقى كده 2-0. فيلا بينا نخش معانا في المنافسة اللي بعدها، وهل لامار هتعوض وكده يعني. يلا بينا. المنافسة ما بين جهينة ولامار، وهي بطعم الكوكتيل. يلا بينا نرجه قبلها يعني عشان كلهم بيترجوا. وبص، الكوكتيل انا شايف ان مفيش حد بيعمله كويس في مصر زي بيس الصراحه يعني. هو لونه تحس اللي هو برتقاني يعني، اللي هو برتقاني اصلا يعني، مش تحس اللي هو برتقاني. يلا بينا نصب بتاع لامار. هنرجه. معلش بننسى نرجه كل شويه. هو بيصب. شوف الوان مختلف يعني، اللي هو العصير الوعيد الكوكتيل هو كل واحد بيعمل اللون اللي هو عاوزه. هو بص، ده لونه برتقاني وده لونه عناب. فيلا بينا ندوق اللي هو بتاع جعينا اللي هو البرتقال. يلا بسم الله.
بس انا عرفت جهينة ليه لونهم برتقاني، هو اكتر حاجه واضحه فيهم البرتقان والمانجا، اكتر حاجه واضحه فيهم، والصراحه طعمه كويس ما فيهوش حاجه وحشه. بس انا كنت بقول بيست عشان بيست العصير بتحس باطعمه كل الفواكه وعصير تقيل وكده يعني. يلا ندوق العناب اللي هو بتاع كوكتيل بتاع لامار. بسم الله. هو بص الطعم بتاع لامار اللي هو بالكوكتيل ده راسمين عليه جوافه واناناس وبرتقال. هو بص انا مش حاسس ولا بطعم من التلاته، يكاد الجوافه حاسس طعمها، امال اللون العنابي ده اجا منين يعني؟ ما علينا، هما يمكن حاطين لون صناعي يعني. الصراحه هو طعمه مش كويس، ومش عارف هو جاي يضيف شرف ولا ايه. النقطه التالته هتروح لجهينه، يعني لو فضل كده هتبقى صعبه خالص، وخصوصا اللي هما نفس السعر، وكمان لامار حجمه اقل. فيلا بينا نخش على المنافسه اللي بعدها، ويا رب لامار يعمل حاجه. يلا بينا. طبعا مقارنه ما بين جهينه ولامار وهي بالاناناس، انا عمري ما شربت عصير اناناس في حياتي يعني، فاحنا يلا بينا نرج الاتنين مره واحده. الاناناس سعره 3 جنيه ونص بتاع لامار، وكلهم سعرهم 5 جنيه. انا قلتها كذا مره يعني عشان انا مش هكتب الاسعار المره دي. هو بص هنا يعتبر هما نفس القوام وكل حاجة، بس هنا في اختلاف في اللون. يعتبر لمان أغمق سنة يعني بشوية اهوت. يلا بينا ندوق جاينا. هو بص هنا عصير جاينا اللي هو بالأناناس، هو طعمه كويس بس مش أوي طعم أناناس. بس هو أول مرة تجربة اللي أنا أجرب عصير بالأناناس يعني. بس هو طعم الأناناس باين فيه، وشبه شويبس اللي هو بالأناناس، معرفش شبهه. انا ما بشربش عصير اناناس يعني، فما اعرفش كويس قوي يعني. هنشوف بقى لامار اللي هو بالاناناس، ويا رب يبقى كويس. يلا بسم الله. بص هنا مش بص هنا لامار اللي هو بالاناناس هو طعمه كويس وكل حاجه. بس هنا النقطة اللي لامار اللي هو بالاناناس حاسه اللي هو ممرر، ما اعرفش ليه إيه السبب. والله ما قصدي ولا جهينة، ماليش دعوة بجهينة ولا لامار، انا جاي بحكم بالعادة. ولغاية دلوقتي مش يعني كده 4-0 للجهينة. انا ذات نفسي مكسوف والله بجد. يعني لامار العصير بتاعهم ما كنتش اتوقع اللي هو مش هينافس جهينة. كنت ممكن الصراحة من قبل الحلقة متوقع ان جهينة هتفوز، بس مش بالفرق 4-0 لغاية الوقت. الاتنين عصير بس يعني. فيلا بينا نخش على اللي بعده، ويا رب لامار تعمل حاجة. يا رب. يلا بينا. يلا بينا. منافسة معانا ما بين جهينة ولامار وهي بالتفاح. يا رب بقى لامار تعمل حاجة. انا اول مرة نحز العصير كده اللي هو عاوز يعمل حاجة. رجيناه كويس اهوت. يلا نفتحه. هو بص التفاح بيبقى كلهم نفس اللون ونفس القوام بتاعه، اللي هو بيبقى زي المية بالظبط يعني. كل العصاير اللي انا جربتها. هو بص اللون بتاع جهينة يعتبر اغمق سنة يعني. يلا بسم الله. وبص هنا طعم التفاح بتاع جهينة طعمه كويس، بس مش احسن حاجة، مش العصير التفاح الجامد واو اللي هو شدني. وبص عصير التفاح كلهم زي بعض، وروح اتفرج على احسن عصير تفاح في مصر، سيبهولك في البايو كده. هنا بقى يلا بقى ندوق بتاع لامار اللي هو بالتفاح، ويا رب يبقى كويس يا رب. يلا بسم الله. بص هنا بقى اخيرا العصير بتاع لامار اللي هو بالتفاح طعمه كويس، وطعمه كويس جدا، وطعم العصير التفاح باين وكويس يعني الصراحة. وبرضك جهينة طعمه كويس، بس هيفوت بفرق بسيط، ياخد نقطة عن جهينة فرق بسيط. هو يعتبر انحازت له في ديت، بس هو الصراحة طعمه كويس، مش انحياز له، هو ياخد النقطة عن أحقية يعني. يبقى كده 4-1 لجهينة. كده لامار معاه نقطة واحدة. فيلا بينا نخش مع آخر واحد معانا، ولامار لو تاخد النقطة الأخيرة يبقى إيه؟ حفظ ماء الوجه. ما علينا. يلا بينا. سادس مقارنة معانا ما بين جهينة ولامار، ويعتبر آخر مقارنة معانا يعني، هي خلاص آخر مقارنة اللي هي بالمانجا. ما يتفتحش ليه؟ ما علينا. ده ها. انا متفائل بالمانجا وبحب عصير المانجا جدا، فما ينفعش هما الاتنين يعملوه وحش يعني. بص كده من عندي كل واحد ليه ريحة مانجا معينة، تحس ان كل واحد عامل بنوع مانجا مختلف يعني. ما علينا. هو انا حاسس بس في اختلاف بسيط، هنا ده افتح سنة يعني. شكله اهوت يعتبر بتاع جهينة اغمق سنة يعني. يلا بسم الله. وبص هنا عصير المانجا بتاع جهينة طعمه كويس، بس مش احسن حاجة برضو اللي هو الواو اللي انت عاوز تشربه كده. هو طعمه كويس ومقبول وكل حاجة. يلا بينا بقى نجرب بتاع لامار اللي هو بالمانجا. طب بسم الله. بص
بص لامار بتخيب توقعاته وتطلع كويسه الصراحه. في المانجا بالذات كنت متوقع انها مش هتبقى كويسه، خصوصا اللي هي في العصاير اللي فاتت ما كانتش كويسه. لا طعم المانجا باين كويس وطعمه كويس، واحب ان انا اشتريه، وسعر 5 جنيه، الاتنين سعرهم 5 جنيه. وتروح النقطه التانية للامار في المانجا. هو بص كده في النهايه النتيجه 4-2 لجهينة. في النهايه حابب اقول انا ما كنتش اتوقع كده الصراحه، اللي هي لامار مش هتبقى تنافس قوي، بس كنت اتوقع لجهينة يفوز. بس ما فازتش الصراحه في فرق كبير قوي 4-2، بفرق 2 بونت بس. يعني مش كبير قوي، وانا كنت في الاول بحسبه اللي هو مش كويس او هيبقى كويس وحش، يعني النتيجه تبقى 6-0 في النهايه. لا النتيجه بقت 4-2 كويس. لامار فيها المانجا الصراحه احسن، والتفاح احسن من جهينة. ففي النهايه حابب اقول لك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. بس كده، سلام.